عمل مسرحي هام خاص بمراحل هامة في تاريخنا العظيم مصر. طبعا الصف الرابع مدرستنا مدرسة ميت الرخا رقم 1. عنوان المسرحية اسمها جولة في متحف. طلابنا عملوا جولة، هنخش كده ونسأل ونستفيد كلنا مع بعض. نيجي بقى على أول محور في فهم الدراسات الاجتماعية، وهو المصادر الأولية والثانوية. تعالي يا بسمة. المصادر الأولية هي كل ما تم تدوينه من قبل أشخاص عاصروا الحدث أو شاركوا فيه ويرتبط بزمن وقوع الحدث. المصادر الثانوية كل ما تم تدوينه بعد مرور زمن طويل ويستند إلى المصادر الأولية. تمام، هم عاملين ما شاء الله كل مصادر أولية، المتاحف وكل مصادر إيه؟ أولية. كده أول محور هام عرفنا إيه هي المصادر الأولية والثانوية. نيجي على محور تاني هيفهمنا موقع مصر الأول، شبكة الإحداثيات. تعالي يا اتفضلي. شبكة الإحداثيات تطلق على خطوط الطول ودوائر العرض وتستخدم في تحديد الأماكن بدقة. تمام كده، تمام قوي. يبقى محور هام اللي هو شبكة الإحداثيات اللي هي دوائر العرض وخطوط الطول، دي موقع مصر. نيجي بقى على محور ثاني وهو هام جدا. تعالى اتفضل، هتقول لنا ايه في المثل؟ عناصر الخريطة. اتفضل. مفتاح الخريطة، وردة البوصلة، عنوان الخريطة، خطوط الطول ودوائر العرض. كده تمام قوي، كده ماشيين واحدة واحدة عشان نفهم ايه خريطة مصر وموقعها وكل تمام. نيجي تقدم. اتفضل، هتقدم لنا ايه محور النهارده؟ الحقيقة والرأي، دي حاجة مهمة قوي. الحقيقة هي معلومات ثبت صحتها وتم التأكد من دقتها سواء من خلال البحث أو التجريب. أما الرأي هو ما يعبر عنه الشخص أو يفكر فيه تجاه موضوع ما. الحقيقة مصر تقع مصر في الركن الشمالي الشرقي لقارة أفريقيا. الرأي مصر مدينة الغردقة أجمل مدن مصر. تمام. قبل ما غادر يا أولاد المحور الهام ده، اتفضل، هقول لكم حاجة. بيقول لك الحقيقة والرأي لازم نحترم رأي الآخرين، حتى لو أنت معترض ليه لازم تحترمه. احترام الرأي دي كلمة مهمة جدا. تمام. نيجي اتفضل. تعال. المحيطات. المحيطات هو مساحة واسعة من المياه المالحة ذات أعماق كبيرة. برافو عليك، مالحة. دي المحيطات. الحمد لله احنا ما فيش حوالينا محيطات، احنا البحار بس. نيجي على محور هام وهو أدوات تحديد المواقع. اتفضل. أدوات تحديد المواقع، الصور الجوية والصور الفضائية والخريطة. الخريطة هي رسم توضيحي لسطح الأرض أو جزء منه باستخدام مقياس رسم محدد. الصور الجوية هي التي يتم التقاطها بواسطة الطائرات. الصور الفضائية هي التي يتم التقاطها بواسطة الأقمار الصناعية. برافو عليك. نيجي بقى على محاور هامة في فهم الدراسات الاجتماعية. دلوقتي الطالب هو الأساس في العملية التعليمية، أنت اللي بتقول كل حاجة أهو. نيجي بقى على أهمية مفتاح الخريطة. تعال. يوضح مدلول ومعنى الرموز والألوان على الخريطة. تمام، عشان نفهم الخريطة احنا قدامنا ايه نفهمها ازاي. نيجي بقى على قارات العالم القديم. قارات العالم القديم، آسيا وأفريقيا وأوروبا. تمام. تعال اتفضل. محور هام يا جماعة وهو مقياس الرسم، بدون الخريطة مالهاش لازمة. اتفضل. مقياس الرسم يعرفنا النسبة بين المسافة على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة. تمام. تعال اتفضل. لا خليك. تعال قول. اتفضل. أنا محافظات الحدود أشترك مع حدود دول مجاورة لمصر، وعددي 5 محافظات: محافظة شمال سيناء، محافظة جنوب سيناء، محافظة البحر الأحمر، محافظة مطروح، محافظة الوادي الجديد. برافو عليك. قبل ما ننتهي المحور دي يا أولاد، احنا في شهر أكتوبر شهر الانتصارات، حافظنا على محافظات ايه؟ الحدود. نيجي بقى على محور هام وهو الصور الجوية والفضائية. اتفضل. الصور الجوية هي التي يتم التقاطها من مكان مرتفع في الجو باستخدام الطائرات. مميزاتها تعطينا صورة حقيقية لسطح الأرض أو تساعدنا في رسم خرائط. تمام. تمام. بالدقة والتفصيل. محور هام بقى بعد ما عرفنا، نيجي بقى أهمية الخريطة. هنشوف. اتفضل يا حبيبي. أهمية الخريطة: يستخدمها المعلم في شرح الدرس ويستخدمها التلميذ في المذاكرة. مهم جدا. برافو عليك. تعال هتقول لنا محور ايه في المتحف ده؟
وردة البوسطة تعالى مهمة جدا. أنا وردة البوسطة حدد الاتجاهات الأصلية والاتجاهات الفرعية، والاتجاهات الاتجاهات الأصلية هي شمال جنوب شرق غرب، والاتجاهات الفرعية هي شمال شرقي شمال غربي جنوب شرقي جنوب غربي. برافو عليك. تعالى تقول لنا محور ايه في المتحف. تعالى خش. قارات العالم القديمة هي آسيا وأوروبا وأفريقيا. تمام. تعالى في موقع يا جماعة حاجة اسمها GPS، هيقول لنا عليها زميلكم. اتفضل. GPS يساعدنا على تحقيق الاتجاهات والمسارات بسهولة. بكل ايه؟ دقة. تمام. تعالى اتفضل، عايز تقول ايه؟ قارات العالم الحديث بقى بعد القديم. اتفضل. استراليا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، أنتاركتيكا. برافو عليك. هنختم بقى يا اولاد زيارتنا للمتحف ده بشخصية هامة، وهو الجغرافي الكبير جمال حمدان. هيعرفنا بيه، عمل كتاب كبير 10 سنوات عشان يعرف أهمية موقع مصر. اتفضل. أنا جمال حمدان، عالم جغرافي كبير، ولدت في محافظة القليوبية عام 1928. كرست حياتي لكتابة الكتب، فألفت أكثر من 25 كتاب.